احنا كنا في فيديو فات خلصنا الاوتو مابر، خلصنا الامبلمنتيشن بتاعه كله. ده طبيعي على فكره جدا، يعني السيرفيس تاخد منك وقت، فاهم؟ انا السيرفيس تاخد وقت اكتر من كده، لولا بس ان الواحد بيكون مثلا محضر او عارف هو داخل هيعمل ايه. وبرده كده كده اصلا توفيق ربنا، مش بتبقى يعني مجهود مننا ولا اي حاجه. فكده كده الموضوع ده بياخد اكتر من كده، يعني الموضوع ده مش نص ساعه وبتتقلب الاوتو مابر دي. لا عادي، ممكن تاخد معاك في الاول ساعه وساعتين. تمام، ممكن تاخد السبيسيفيكيشن دي تقعد معاك باليوم عادي جدا، تبدا السيرفيس تقعد معاك باليومين برضه. فده طبيعي جدا في الاول، ما تيأس وخلي عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى ان هو هيوفقك عشان انت بتتعب بس. تمام. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت الاوتو مابر دي، نسينا نعمل حاجه مهمه جدا قوي، ايه هي؟ ان احنا نسجل بقى الاوتو مابنج دي في السيرفيس بقى بتاعتنا، الاي سيرفيس كوليكشن. فانا والله راح جاي كده عامل كونفيجريشن دوت اد بروفايل. هل انت عملت بروفايل جديد؟ هندهله، انا ممكن اندهله اقول لك اه، تقول لي اسمه ايه، اقول لك نيو ريسبشن كويست مابنج. هي بروفايل، كويست بروفايل فايل بس. والله كنترول دوت يوزنج نيم سبيس. كده انا ايه، سجلتها عندي في السيستم خلاص. يبقى بعد ما تخلص مابنج تروح تسجلها عندك في السيستم. طيب احنا دلوقتي خلصنا ايه من اللي حصل دوت؟ والله انا خلصت كل ده، خلصت الاوتو مابر، خلصت الانتيتي، رجعت الانتيتي، رجعت الدي تي او، الريسيف والجيت والريتيرن، رجعت عملت الانم، اتشكيت عندي على اليو ار ال سيرفر وخلصتها، وخلصت الاجنو. طيب انا دلوقتي ناقص لي ايه هنا؟ والله ما تنساش ان انت تعمل، يعني تسجل، يعني اكتبها لك بالعربي ايه بالماوس بقى، تسجل في السيرفيس. ان انت بعد ما تخلص الاوتو مابر دي لو ما سجلتهاش يبقى انت كده يعتبر ما عملتش اي حاجه، اكنك ما تسيفتش حاجه من الشغل بتاعك مثلا وانت فاتح وورد او حاجه. كده احنا خلصنا ايه؟ كده احنا خلصنا الكلام ده كده كله. هنخش على ايه بقى؟ هنخش على السبيسيفيكيشن، نبدا نفهم بقى السيستم بتاعنا محتاج ايه. تمام. هل احنا برضو لسه هنشوف هنخش على السبيسيفيكيشن ولا نكتب لوجيك واحده واحده ونبدا ندمج الاثنين مع بعض؟ هنشوف برضو الدنيا هتمشي ازاي ان شاء الله. تعالى بقى كده نكمل، احنا هنمشي بأني مبدأ. اول حاجة انا مش هبدأ بالسبيسيفيكيشن، انا هبدأ باللوجيك عادي، هبدأ امشي باللوجيك واحدة واحدة، هبنيه ك برايفت ستاتيك ميثود. وان شاء الله يعني ما يعديش عندنا ال 15 سطر اللي احنا قلنا عليهم. طيب تعالى بقى كده، اقفل بقى الاوتومابر. خلاص احنا خلصنا الكلام ده كده كله. اقفل بقى البروفايل. تمام. ابدأ بقى خش لي على السيرفيس هنا. انا جوه السيرفيس دلوقتي انا خدت ايه؟ انا خدت كرييت ريسبشن ريكويست، وخدت جايد البيشنت اي دي. تمام. اول حاجه كده عشان اتعامل اصلا بالجايد اللي جاي لي ديت اللي انا خرجته من التوكن، تمام، او ايا كان، يعني انا عايز اول حاجه احوله لسترينج. فانا والله راح جاي قايل لك كده اول حاجه فور. ممكن نعمل كومنت كده، والله اقول لك اول حاجه كده، بلاش كومنت على دي، اقول لك والله فور بيشنت، بيشنت اي دي هيساوي بيشنت اي دي دوت تو سترينج. تمام. طيب انا بعد ما انا خلاص حولت ادي يعني بص، اي حاجه تتبعت لك هنا لازم هتتشيك عليها، ماشي، او هتعمل فيها اكشن. انا الاكشن اللي خدته هنا حولته تو سترينج. طيب بعد كده والله هبدا اعمل ايه؟ اعمل فاليديت. اول حاجه كده هعمل فاليديت ذا انبوت فروم اليوزر. هو مش انا اليوزر هو اللي باعت لي كريت بريسبشن ريكوست دي؟ يعني ممكن يكون باعت لي فيها اي حاجه. تمام. والله خلاص هبدا ان انا والله اعمل ميثود عندي برايفت، هبدا اعمل ريجون كده تحتيها. والله الريجون ديت ان ريجون هبدأ أسميها مثلا helper method in create request service. تمام. أول حاجة هتعملها إيه؟ والله هعمل برايفت. تمام. طيب أنا دلوقتي عايز أتست عليه، أنا هبعت له إيه؟ أو أنا هسمي مثلا الميثود بتاعتي إيه؟ والله أنا الميثود دي مش تبعت لي حاجة، هي بس هتتشيك. تمام. هتعمل فاليديت، لو لقيت حاجة غلط هترمي اكسبشن وخلاص. فوالله أنا هخليها برايفت، هخليها إن هي يعني ترجع لي إيه؟ مش هترجع لي حاجة زي ما قلنا. هسميها إيه؟ هسميها فاليديت request input. تمام. طيب ابدا اعمل كده، والله هي هتاخد مني ايه؟ هتاخد حاجه من نوع الكرييت، انا هديها الكرييت كله، هي تتعامل بقى بيه بره. ادي الريكوست دي تي او. تمام. ابدا والله اقفل البراكت ده، انزل كده. انا دلوقتي هبعت له ايه؟ ابدا بس اول حاجه انده ليه الفانكشن بتاعتك الفاليديت ريكوست انبوت. ابدا تبعت لها ايه؟ تبعت لها كرييت دي تي او اللي جاي. انت مش هتقعد بقى هنا تعمل انت فاليديت وترمي الاكسبشن وتعمل كل الكلام ده، لا، هي فانكشن تبعت لها هي تعمل الكلام ده كده كله. طيب انا دلوقتي الفاليديت اللي انا هعمله ايه؟ اول فاليديت احنا كنا اتكلمنا عليه لو تاخد بالك، كان ان هو ما يبقاش باعت الايمج يو ار ال فاضي نل والميديسين نيم فاضي برضه، يبقى انت كده بعت الريكوست ليه؟ ملهاش لازمه. فتمام. فانا والله اجي اقول لك كده والله بزنس رول، بزنس رول.
اجي والله اقول لك كده احنا عندنا بيزنس رول بتقول ايه؟ والله ان احنا بيزنس رول اول بس نكتبها not valid if null of medicine name and image URL. يعني انت ولا باعت روجيتا ولا باعت اي حاجه، فانا والله اروح جاي اعمل لك if condition string dot is null or empty. ايه اللي is null or empty؟ request dto dot medicine name وكملها لي and string dot is null or empty للايمج URL. والله انا بقى، هل احنا بنرجع ارجيومنت اكسبشن؟ احنا ما بنرميش بقى ارجيومنت اكسبشن، احنا بنبني ايه؟ دي غلط في الداتا، ببني برمي باد ريكوست اللي احنا عاملينها. والله ميديسن نيم اور ايمج يو ار ال ماست بي بروفايد، لازم الاثنين واحده منهم. ممكن اقول له والله عشان اعدل دي برضو، اقول له مثلا بليز بروفايد at least a medicine name or image of request تمام. انا على فكره كده انا خلصت خلاص دي. طب انت هتقولي مثلا هل السطر ده انت ما كنتش قادر تحطه هنا؟ اقول لك اه، دي كده بتعمل حاجه تانية، دي في ميثود اسمها فاليديت، انا الميثود بتاعتي اسمها كرييت بس والله. تمام خلاص، انا بعد ما خلصت والله الفاليديت ديت هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا اخش على تاني حاجه. اقفل بقى دي كده واقفل دي كده، اما نحتاجها هنعمل واحده جديده. ايه تاني حاجه عندك في السيستم؟ تاني حاجه عندي في السيستم والله ان انا عايز اعمل تشيك. عايز تعمل تشيك على ايه؟ هو انا ايه اللي مبعوت لي في كرييت دي تي او دي؟ والله انا مبعوت لي ايمج خلاص اتشيكيت عليها، دي كده كده انا ممكن تبقى نلب العادي، دي اتشيكيت عليها. هل انت عملت تشيك على ده بقى؟ مش ده اي دي؟ اي دي ده يعني انت وهو بيكلم بيعمل جوين، انت هتروح تعمل جوين عشان تجيب الداتا، صح؟ مش ده اي دي؟ هو باعت لك اي دي لجدول تاني. طب هل انت عملت تشيك بقى ان الاي دي اللي مبعوت ده فاليد اصلا، ولا بتاع المريض ده اصلا ولا لا؟ انت فاهم الفكره؟ خلاص انا يعني شفت انا عملت ايه، انا دخلت هنا الاول اشوف انا ايه اللي انا لسه ما تشيكتش عليه. انا لسه ما تشيكتش على ده. طب ما ده ممكن يكون مبعوت مثلا اي كلام يبوظ لي الداتا بيز. خلاص والله ابدا اقول لك مثلا والله انا عندي داتا تشيك بقى، داتا تشيك. اي داتا تشيك عندك هتبقى محتاجه سبيسيفيكيشن. انا عايز اعمل داتا تشيك على ايه؟ على الادرس اي دي، ان هو فعلا صح، اللي هو ريليتد من الاخر. عايز اخليه اكزيست، اول حاجه تشيك ان هو اكزيست اند بيلونج تو ذا بيشنت. بس أنا ممكن يكون مثلا مريض مثلا رفع صوره الحاجه بتاعته وحط ادرس مش بتاعه اصلا، فاهم؟ يعني عادي ممكن تحصل برضه يغيرها. طب ماشي، انا دلوقتي الداتا دي كلها هتقلب لي انا نال ايه بقى في الداتا بيز في الجدول، هتقلبني نال. فانا والله هبدا اعمل سبيسيفيكيشن. تمام، يبقى انا كده محتاج اعمل سبيسيفيكيشن. اقول له ايه؟ والله هات لي اعمل تشيك، قول لي هات لي تشيك الاول على ان وير. هل مثلا انا عايز اعمل بقى الجمله ديت وير مثلا ان البيشنت بتاعي الاي دي بتاع الادرس، البيشنت مثلا دوت ادرس اي دي ايكوال انا عايزك تجيب لي بقى البيشنت دول الكريديت او دوت ديليفري مثلا ادرس اي دي. تمام، انا عايز اعمل جمله الوير دي. ليه جمله الوير دي؟ لو رجعت لي 1 رو يبقى كده خلاص ده كده ما فيهوش اي حاجه، انما لو رجعت لي نل يبقى كده انت بتستخدم اي دي مش موجود عندك. عرفت انا هعمل هنا ايه؟ عايز اعمل جمله وير، عايز ازود جمله وير. اقول له ايه؟ وير ان البيشنت ادرس اي دي، جدول البيشنت ذات نفسه. فين جدول البيشنت؟ تعال نروح نجيبه سوا عادي جدا. خلينا نفهم واحده واحده. تعالى كده، جدول البيشنت اللي عندك، خلينا فين البيشنت؟ جدول البيشنت، جدول اليوزر بيشنت بروفايل. جدول البيشنت ده مش انت باعت لي والله دلوقتي ان انت عنده بيشنت ادريسز، عنده ادريسز كتير، صح ولا غلط؟ صح. طيب تعال خش بقى على البيشنت ادريس كده. طيب انا عايز دلوقتي اتشيك بقى هل الادرس ده بيريليت للبروفايل اللي يعني هو باعت لي ادرس، باعت لي ادرس اي دي في الجدول ده. انا عايز اتشيك بقى هل هو البيشنت بتاعي هو عنده الادرس دوت ولا ده واحد تاني. فاهم الفكره؟ خلاص اقول لك والله تعالى نبدا نعمل سبيسيفيكيشن. تعالى بقى كده نبدا نعمل سبيسيفيكيشن. اقفل بقى كده الكلام ده، ما عندناش هنا سبيسيفيكيشن. نبدا نعمل والله فولدر كده هنسميه سبيسيفيكيشن. ابدا والله اول حاجه هبدا انا ان انا اعمل سبيسيفيكيشن. هتسميه ايه مثلا؟ بص بقى السبيسيفيكيشن بيبقى اسمه طويل عادي. هقول لك والله بيشنت ادرس with patient profile specification. يبقى انا كده اهو من اسمه انا عرفت اعمل ايه. بجيب البيشنت ادرس وذ البيشنت بروفايل. لو جالي حاجه، لو رجع لي انا حاجه يبقى انت كده خلاص اه ده رجع لي رو، يبقى البيشنت اي دي دوت فعلا عنده البيشنت ادرس ده، يبقى تمام. والله قلب دي بابليك. اول حاجه زي ما قلنا بنعمل ايه؟ بنورث من البيز
سبيسيفيكيشن. انا هشتغل على ايه او هشتغل على انهي جدول؟ انا طبعا هشتغل على جدول البيشنت ادرس. تمام، هاجي اقول لك والله البيشنت ادرس، البيشنت ادرس اللي جوه الموديل. طيب الاي دي بتاع البيشنت ادرس ده ايه؟ والله حضرتك لو مش فاكر هتيجي تعمل كده هتلاقي نفسك بعته كانت. تمام، تروح راجع كده تقول لي والله الاي دي بتاعك انت، تلاقي الايرور رو. تبدا تنزل بقى. ايه اللي انت هتعمله؟ انا عندي عايز كنترولر. طب كنترولر ليه؟ انا عايز والله كنت كنترولر ايه، انا عايز عايز اسم اسمه ايه، كونستراكتور. عايز كونستراكتور. الكونستراكتور ده ليه؟ عشان ابدا ابعت له جمله الايه، جمله الوير. طيب الكونستراكتور ده انت ايه انت عايز تبعت جمله وير تشيك على ايه؟ عايز تشيك والله ان الادرس الاي دي بتاعنا يبقى موجود اصلا، الادرس ده اصلا كده كده موجود ويريليت بالبيشنت ده. يبقى انا هاخد منك حاجتين، انت ادرس اي دي، وايه تاني؟ والله سترينج البيشنت اي دي. تمام كده. طيب ابدا ان انا والله اعمل كده وابعت للبيز. ايه البيز بتاعي بيقول لي ايه؟ بص هتلاقيه من نفسه يقول لي والله الادرس، عايز ارجع الادرس دوت اي دي ايكوال الادرس اي دي. عايز اتشيك هو الادرس اي دي ده اصلا موجود ولا لا، هل هو اصلا موجود ولا لا في جدول الادرس. لو موجود اعمل لي تشيك بقى كمان ايه، ان هو تبع البيشنت ده. والله دوت البيشنت بروفايل اي دي. انت بص هنا الادرس، انت عارف انت هنا الاي دي جت منين؟ الاي دي ايه؟ الاي دي اللي انت البيشنت ادرس، انت حددت ان انت تتعامل مع جدول البيشنت ادرس. فاهم؟ فانت كده خلاص بتتعامل مع الادرس. والله انا بتعامل مع الجدول ده يا جماعه، ماشي. انا بتشيك ان الادرس دوت الاي دي، مش انا جاي لي ادرس اي دي في الكرييت. تمام، ابدا تشيك ان هو الادرس اي دي ده موجود ولا لا اصلا. لو طلع موجود ابدا تشيك بقى جوه الجدول ده برضو ان هو ريليتد، مش هو ده عنده اصلا نافيجيشن بروبرتي عنده فورين كي للبيشنت بروفايل اي دي، عشان ده يقول لي مثلا ان ده تابع لده. خلاص انا هبدا اقول لك والله تشيك برضو ان البروفايل اي دي دوت هو اللي ايه، اللي في الجدول بتاعي. اروح جاي والله ادرس دوت بيشنت بروفايل اي دي ايكوال بيشنت اي دي اللي مبعوت لك. انت كده خلصت السبيسيفيكيشن عادي بتاع السيرفيس دي، ما عندكش اي حاجه تانية تعملها. ارجع بقى كده تاني، خلصت السبيسيفيكيشن ارجع على السيرفيس بتاعتك. انت عايز تبني سبيسيفيكيشن صح؟ خلاص والله اول حاجه هتيجي تقول له هنا برضه var ادرس، var ادرس سبيسيفيكيشن. ادرس سبيسيفيكيشن هتساوي ايه؟ نيو، احنا كنا مسمينها ايه؟ بيشنت ادرس، بيشنت ادرس with patient profile specification. بيشنت ادرس وذ بيشنت بروفايل سبيسيفيكيشن. بياخد منك ايه؟ انا عايز اتشيك ان الادرس ده موجود اصلا، اللي مبعوت لي في الكرييت الادرس ده موجود عندي اصلا في الداتابيز. وفي نفس الوقت بعد ما تشيك عايز اتشيك على البيشنت ده، هل هو تابع للبيشنت اللي انت بعت لي الاي دي بتاعه ده، ولا هو باعت ادرس بتاع بني ادم تاني اصلا. والله خلاص اقول لك دلوقتي كرييت دي تي او دوت، هبدا اجيب من هنا بقى الاي دي، الدليفري ادرس اي دي، وابدا اقول لك والله خد البيشنت اي دي. تمام. طبعا البيشنت اي دي ديت احنا بعتنا له الجايد. تمام، احنا عايزين نبعت له دي. تمام، انا ممكن اسميه هنا بقى ايه، بيشنت اي دي جايد. ماشي، عشان هنا برضه راح قايل لك ايه، انا بحول من الجايد ده لسترينج. خلاص قبلها مني. ادي اول سبيسيفيكيشن. رجعت يا عم السبيسيفيكيشن. السبيسيفيكيشن ده هيعمل ايه؟ هيروح على جمله هيروح على الايفالويتور، يبدا يتبني، يكتب لك جمله الوير. والله وير ان الادرس دوت الاي دي ايكوال الادرس اي دي اند الادرس دوت البيشنت بروفايل هيساوي البيشنت بروفايل اللي انت بعته. دي جمله وير عاديه جدا يعني. خلينا ما نقفلهاش دلوقتي اهو. انت بعد ما رجعت السبيسيفيكيشن قلنا بنعمل ايه؟ تبدا تجيب والله الريبو بتاعك. طب ماشي، هتقول لي والله بعد ما انا عملت دي هيقول لك والله تالت حاجه get the repo and send to database. ابدا يبعت query send the query send the query to database. خلاص والله اجي اقول لك كده var الادرس ريبو. الادرس ريبو هيساوي عندك ايه؟ والله الادرس ريبو عندي هيساوي، انا عايز انا منين بجيبه من اليونت اوف ورك، عشان عندنا في اليونت اوف ورك حاجه اسمها جيت ريبو. هتلاقي نفسك في اليونت اوف ورك هنا انت مش عارف يعني. بص تعالى بس نجيب دي الاول يوزنج، هتلاقي اليونت اوف ورك عندك مش متعرف، هتبدا تعرف في الكونستراكت. تمام، هتبدا والله تقول لي كده انا عندي حاجه من اي يونت اوف ورك، يونت اوف ورك. تمام، ابدا بقى استخدم اليونت اوف ورك دي هنا. جبنا الريبو عشان نجيب الريبو بتاعتنا. جيت ريبو هتجيب انهي ريبو بتاعت البيشنت ادرس. تمام، بعد ما جبت الريبو هتعمل ايه؟ والله انا بعد ما جبت الريبو عايز اجيب بقى الادرس بتاعتي، ديليفري ادرس. ديليفري ادرس هتساوي ايه؟ اويت. استنى لحد هنا لحظه. الادرس ريبو دوت جيت، جيت ايه بقى؟ جيت اول
ولا جيت باي اي دي ويز سبيسيفيكيشن؟ والله انا عايز اجيب اجيب انتيتي واحده، عايز اجيب الاي دي واحد، الادرس الواحد. والله خلاص، والله يقول لك جيت باي اي دي، مش اسync بقى ويز سبيسيفيكيشن، جيت باي اي دي ويز سبيسيفيكيشن. ليه؟ لان انا هبعت سبيسيفيكيشن هنا، ادرس سبيسيفيكيشن. بس انا كده جبت ايه؟ بعت الكويري بتاعتي للداتابيز بجمله الويري اللي موجوده في السبيسيفيكيشن، تمام. وبدات ان هي ايه ترجع لي. دي لو رجعت لي بنل يبقى انا كده انت بعت لي حاجه غلط، لان مثلا الادرس اي دي ده اصلا مش موجود، لان مثلا الادرس اي دي دوت مش بتاع البيشنت ده اصلا. خلاص، يبقى خلاص، يبقى انا كده والله هعمل ايه؟ والله هعمل تشيك بسيط، اف ايكوال ايكوال هعمل ريتيرن، مش هعمل ريتيرن، بعمل ثرو ثرو الايه؟ ان اوثرايزد. بقى انت هنا بتستخدم حاجه مش من حقك، ثرو ان اوثرايزد كاستم اكسبشن، بس هو هيتعمل. تمام كده لحد هنا الدنيا واضحه. يبقى احنا كده وصلنا لنقطه كويسه، نقطه ان احنا خلاص عملنا والله اول حاجه عملنا فاليديت. تمام. تعمل فاليديت بناء على ايه؟ خلي بالك، بناء على اللي جاي لك. اللي جاي لك ده لازم تخش جواه تشوف انت هتفاليديت على كام حاجه. تمام. تبدا تفاليديت، لو عندك اتريبيوت اكتر من ديت محتاجه فاليديت بتبدا تعملها عادي جدا. عندك اي دي هيبدا يجي لك عشان تتعامل بفورين كي، بدل ما الفورين كي ده يضرب معاك قدام تبدا ان انت تتشيك عليه، تعمل له سبيسيفيكيشن وتبدا ان انت والله تتشيك تشوف الاي دي اصلا ده صح ولا غلط. تمام. طيب احنا دلوقتي وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا جبنا الريبو وعملنا السبيسيفيكيشن، وبدأنا ان احنا نبعت نجيب من الداتابيز والداتابيز رجعت لنا. ولو قلنا ان هي لقيناها بنال يبقى ده ان اوثرايزد. ان اوثرايزد ليه مش باد ريكويست؟ ان ده كده بيستخدم داتا مش بتاعته، بيبعت اي دي ادرس مش بتاعه، او البيشنت اي دي دوت ملوش الادرس دوت. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت الكلام ده كله انا يعتبر كده خلصت يعني جزء من اللوجيك بتاعي. ناقصني ايه؟ ناقصني بقى ان انا ابدا دلوقتي بقى اكونفرت. والله انا المفروض دلوقتي ابدا رقم 4 كده. هو بيقول لك اهو create request and save the database. طيب خلينا الاول دلوقتي نقول بس create الريكوست. يعني خلينا نقول الاول create ال reception request object. تمام، مش هسيب في الداتابيس، هقول لك create بس الاول. انا هكريت ديت. يعني انا دلوقتي هعمل ايه؟ والله انا المفروض دلوقتي هبدا ان انا احول من بالمابنج، يعني ابدا احول من الكرييت للحاجه اللي هتبدا تضاف. تمام، اللي في الانتيتي بتاعت الداتابيس. يبقى انا المفروض ابدا احول من دي لدي. فاهم الفكره ازاي؟ طيب انا دلوقتي عشان احول من دي، تمام، لدي اللي هي البريسبشن ريكوست، اقفل بس السبيسيفيكيشن ديت عشان ما نتلخبطش، اقفل لي برضو الاي سبيسيفيكيشن. تمام، ابدا اروح للسيرفيس. انا عشان احول من دي لانتيتي بقى اصليه عشان اروح اسيبها للداتابيز، هي فين الانتيتي اصلا الاصليه؟ يطلع كده الموديل فارما ريسبشن ريكوست. بص الانتيتي اصلا الاصليه فيها ايه؟ فيها ستاتوس، فيها اكسباير اللي احنا كنا عملنا لهم اجنور في المابنج. تمام، فيها والله كوليكشن، فيها بيدز، فيها مش عارف ايه، وزي كل دوت بقى. تعالى كده هتلاقي فيها ايه؟ كريتد بوي، انت فاهم بقى الحاجات دي كلها المفروض بقى السيستم يضيفها. تمام. انا والله دلوقتي المفروض ان انا هبدا اضيف بقى الحاجات بالسيستم. لو كنت فاكر برضو، او لو انت يعني حتى لو مش فاكر تعالى نفتكر سوا. بص احنا كنا عاملين ايه؟ اجنور لكام حاجه. الحاجات دي مين اللي هيحطها؟ المفروض انا اللي هحطها في السيستم. فاهم الفكره؟ خلاص انا والله كده اقول لك ايه؟ انا هعمل فانكشن. هتقول لي فانكشن برضو؟ طب ليه ما تعمل الحاجات دي بايدك؟ ده حاجات سهله. اقول لك دي انت كده بتبيلد البرسبشن ريكويست اوبجكت اللي رايح الداتابيز، صح؟ يعني اقول لك كده تو سند مثلا، send to database. انت بتبني حاجه راح الداتابيز، هل دي شغلتها دي بالكاريت بس؟ بص هو جاب لي ايه عايز يعملها لي هنا، انا مش هعملها هنا برضه. اروح جاي اقول لك والله كده var، والله اجي اقول لك كده ريكويست. الريكويست بتاعي تمام هيساوي، هبدا اعمل فانكشن. الفانكشن دي اسمها ايه؟ هيلب. هقول لك والله دي كده اسمها مثلا برايفت. هل دي هتبقى فويس فويس ايه؟ هل دي هتبقى فويد ولا هترجع لي حاجه؟ طبعا هترجع لي حاجه. هترجع لك ايه؟ الانتيتي اللي راح الداتابيز. طيب الانتيتي اللي راح الداتابيز دي نوعها ايه؟ اهي نوعها اهي. تبدا تاخدها والله كده، راح الريسبشن سيرفيس تاني، انا عايزها ترجع لي دي. تمام. طيب انا دلوقتي اقول لك اسميها ايه؟ اسميها بيلد ريسبشن ريكويست انتيتي، يعني عشان تبقى تعرف تفرق ما بينهم وما بين اي حاجه. هتاخد منك ايه؟ هتاخد منك كرييت ريسبشن ريكويست دي تي او، والله وهتسميها ريكويست دي تي او. طيب هتبدا تاخد منك ايه تاني؟ تبدا عايز تاخد منك بقى البيشنت اي دي. هقول لك والله سترينج البيشنت اي دي. الغي بقى الكلام ده كله، احنا مش عايزينه، مش عارف ايه اللي انت اللي هو عامله ده. سيبك من كل ده، هنمشيها واحده واحده. انا مش عارف اصلا هو ليه برضه بعد دي، مش عايزين دي، هو بيستنصح وخلاص. طيب انا دلوقتي والله هروح جاي اعمل كده. انا دلوقتي بعد ما خلصت انا خلاص عملتها. تمام، ابدا اعمل ايه؟ والله اقول لك فور ريكويست. طيب الريكوست عندك دي هتساوي ايه؟ اول حاجه هتبدا تعمل مابنج.
يعني يحط الحاجه اللي احنا اصلا كنا متفقين عليها. يبقى انت كده المفروض دلوقتي تحط ايه، تبدا تعمل مابنج للحاجه اصلا اللي احنا كنا متفقين عليها. ابدا اعمل ماب لبقيه الحاجه وسيب بقى اعمل اجنور للحاجات دي انا هضيفها. تمام. طيب ارجع بقى كده تاني عند السيرفيس. والله انا هاجي اقول لك مابنج. طب انت اصلا عامل هنا حاجه ليها علاقه بالمابنج؟ لا. فيبقى عندك والله حاجه اسمها اي مابر. مابر تبدا تستخدم بقى هنا والله مابر دوت ماب. هتماب ايه؟ هماب من، والله هبعت لك الريكوست دي تي او اللي هي الكرييت، خلينا نسميها كرييت برضو. كرييت ريكوست دي تي او. مش عارف احنا رحنا في حاجه تانية. كرييت كرييت ريكوست دي تي او. تمام اهو عدلناها كرييت ريكوست دي تي او. وعايز احولها لايه؟ احولها والله جدول البريسبشن ريكوست دي. بريسبشن ريكوست مش عارف مديها ايرور عشان احنا غالبا مش مسمينها او مش عاملين انكلود ليها. فين الموديل؟ على ما اظن بسبب كده يعني ان شاء الله. ثانيه كده. كويس برضه ان الغلطه دي جت عشان نتكلم فيها سوا. وهنا بيقول لك ايه ان البريسبشن ريكوست دي از نيم سبيس بات ات يوزد لايك ا تايب. انا بقول له رجع لي تايب من ده. البريسبشن ريكوست قصدي على الموديل يعني. هو اصلا احنا مستخدمين في الاي سيرفيس عندنا فولدر اصلا اسمه كده، فاهم؟ بص هتلاقي في فولدر اسمه اصلا كده. فالحل ان احنا ممكن نروح كده والله نغير دي نخليها انتيتي. طبعا دي ممكن توجه لنا مشاكل بس يعني هنحلها سوا. تمام. انا حولتها لانتيتي. هنحاول نعمل بيلد برضه بعد ما نخلص بحيث لو قلنا حاجه، فانا هحول دي كده والله لانتيتي. جاب لي اليوزنج اهي سيشن ريكويست انتيتي. بس كده الايرور اختفى من عندي. نرجع بقى تاني. احنا دلوقتي عملنا مابنج، اديت والله الكرييت قلت له حولها لي لايه، للبرسبشن ريكويست انتيتي. طيب انا دلوقتي بعد ما حولتها تبدا تعمل ايه؟ ابدا بقى ضيف الحاجات بقى بتاعتك. والله اجي اقول لك كده ريكويست حاجات بقى ان انت المفروض انت تحطها. البيشنت بروفايل اي دي مش انا قايل له اعمل له اجنور، ادي البيشنت اي دي. عاملين ايه تاني؟ الريكويست دوت الستيتس. ريكويست دوت ستيتس هتساوي ايه؟ والله ريسبشن ريكويست ستيتس اللي هو الانم بتاعنا. هسميها ايه؟ هسميها بيندنج مستني. تمام. طيب انا عندي ايه تاني؟ ريكويست دوت الاكسباير ات. انت هتخليها اكسباير ات بعد قد ايه؟ اكيد مش 7 ايام، مش هتقعد معاهم تحط على الابلكيشن 7 ايام. ممكن اخليها اد اورز مثلا. تمام. واخليها 24 مثلا بعد يوم واحد مثلا، او بعد 12 ساعه مثلا ممكن. فاهم؟ ممكن اخليها 24. ده بزنس لوجيك بقى. طيب تعالى كده تاني تبدا تعمل ايه؟ والله ابدا عندي حاجه اسمها created at. created at والله created at دي هتبقى equal date time دوت سي. اكيد دوت ناو بقى، ما created at اللي هي امتى؟ دوت ناو. تمام. دوت سي دوت ناو. شايف إيه؟ طيب انا دلوقتي والله خلصت الاكسبير ات والكريت والستيتس. هل في حاجه تانية ان احنا نضيفها؟ انا اظن مفيش اي حاجه تاني خلاص. فانا دلوقتي بعد ما والله خلصت الريكوست دي، مش ده كده حاجه حصلت؟ مش احنا اصلا عندنا حاجه اسمها بريسبشن ريكوست هيستوري تحتيها اهي؟ مش انا عندي جدول اسمه بريسبشن ريكوست هيستوري تقدر تضيف فيها الستيتس بتاعته او الاولد ستيتس كانت ايه وهكذا، وانت فاهم الفكره. ونيو ستيتس بقت ايه، انت فاهم. فانا دلوقتي عندي تغير حصل، في حد فتح، يعني في حد فتح البريسبشن ريكوست دي، حد عملها، فاهم الفكره؟ بس محدش لسه عمل ابلاي عليها. فانا والله المفروض بقى اروح اضيف في الجدول ده برضو. اروح اضيف والله اقول لك ان انا عندي الجدول ده هيبدا يتغير فيه هو كمان. انا بس غيرت في الستيتس هنا عشان كانت معموله بتايب سترينج يعني، فاحنا خلاص خليناها الانوم ايه بتاعنا بحيث نبقى عارفين ايه الحاله اللي كانت قبل كده كانت ايه. الاولد دي تم تغييرها، ده هيستوري، فهي اتغيرت من ايه لايه، فاهم؟ فانا والله الاولد ستيتس عندي كانت نالبل، خليتها نالبل برضه ليه؟ لان ممكن تكون متغيره من يعني لسه معمول لها يعني ما كانش في ليها حاله قبل كده اصلا، هي ما كانتش موجوده اصلا قبل كده، فاهم؟ بس ونيو ستيتس اهي وكنت ظبطت كام حاجه. فانا الهيستوري بتاعتي زي ما قلت لك ان احنا المفروض بقى نبدا نضيف في الجدول دوت. ليه؟ ان انت لو رجعت كده والله على الاكسبشن ريكويست الاصليه اصلا ذات نفسها الجدول بتاعها سيرش ريكوست انتيتي، هتلاقي نفسك عندك كوليكشن من ايه؟ من الهيستوري. فخلاص اعمل هيستوري وضيفها هنا بقى. يعني ابدا انت اعمل هيستوري وضيفها هنا. فخلاص هبدا والله ان انا ارجع كده، خلاص عرفنا ان احنا عايزين نضيف حاجه ليها علاقه بالهيستوري. هبدا ان انا ارجع كده والله في السيرفيس بتاعتي بعد ما انا زودت الحاجات المانيوال بتاعتي. هبدا ان انا اعمل ايه بقى؟ اضيف الحاجه اللي انا برضو هضيفها كمانيوال بس للبرسبشن ريكوست هيستوري بقى. فاهم الفكره؟ خلاص هاجي اقول لك والله انت الريكوست اصلا دي جواها ايه؟ لو جيت دوست دوت كده هتلاقي جواها ايه؟ الهيستوري. ريسبشن ريكوست هيستوري هتساوي ايه؟ هتساوي نيو، او يعني نخليها ايه بقى؟ ممكن نخليها اد على طول بدل دوت اد، ما هي كده كده نيو ريسبشن ريكوست هيستوري. الستيتس بتاعتك تمام هتخليها ايه؟ اصلا احنا ما عندناش حاجه اسمها ستيتس، هنخليها نيو ستيتس. النيو بتاعتك هتبقى ايه؟ بيندنج.
تمام. طيب الاولد اصلا كانت ايه؟ مش بيندنج بقى، هنخليها مثلا نلب. كده كده نعملها بتقبل النل. تمام. تشينج ات ايه؟ طبعا يو تي سي دوت ناو. تمام. يعني عندنا ايه جوه؟ تمام. النوتس مثلا ايه اللي ممكن نكتبه مثلا في دي؟ مثلا بريسبشن ريكويست كرييتد باي بيشنت مثلا، باي بيشنت. تمام. طيب ايه تاني؟ تشينج باي اي دي عندنا برضو، لو جيت كده هتلاقي عندك تشينج باي اي دي. هو بيقول لك تشينج باي اي دي اللي هو ايه؟ البيشنت اي دي بقى اهو، اللي احنا كنا باعتينه هنا استخدمناه. طيب انا كده انا عملت ايه؟ كده انا ضفت في جدول تاني يعتبر، فاهم؟ انا ضفت في ريكوست الهيستوري بقى بتاعتها، بدات اعمل لها اد. كل ده لوجيك بقى، انت خلاص يعني انت لو كنت فاتتك الحته دي كان ساعتها الجدول ده يبقى ملوش لازمه. الجدول بتاع الهيستوري ده كده مش هيبقى ليه لازمه. فاهم الفكره؟ في جداول عندك بتعتمد على جداول تانية، يعني يا ريت تاخد بالك من النقطه دي. بس انت دلوقتي بعد ما خلصت، والله انا عملت ايه في الفانكشن ديت؟ بدات ان انا استخدم الاوتو مابنج بتاعي. بعد ما استخدمت الاوتو مابنج بدات اضيف الحاجات اللي انا عامل لها اجنور هناك، او اللي انا عارف ان هي هتبقى بنالبل مثلا او غيره. بس وبعد ما انا خلصت الحاجات ديت، طلع عندي ان انا في جدول تاني المفروض ان انا ابدا ابنيه، او ابدا ان انا ابعت فيه يعني شويه الداتا اللي احنا هنبقى محتاجينها. بعد ما خلصت كل ده هريتيرن ايه؟ هريتيرن الريكوست. انا كده بنيت الريكوست. بص هو بيقول لك بيلد بريسبشن ريكوست. خلاص انا بعد ما بنيت اقفل بقى الكلام دوت. ابدا استخدمها فوق بقى. هتبدا هتنده لمين؟ هنده لفانكشن اسمها بيلد بريسبشن ريكوست انت. ده بتاخد منك ايه؟ كريت دي تي او والبيشنت اي دي. بس لو جينا هنا نشوف الايرور ده في ايه. ده ايرور ريتيرن على ما اظن، نوت اول كود ريتيرن فاليو. اه ده ايرور ريتيرن، كده كده هيخلص دلوقتي. بس فانت كده يعتبر خلصت هنا. تبدا تطلع فوق تاني، رجع لك ايه؟ رجع لك الانتيتي اللي هتضاف في الداتابيس دي، الريكوست اللي هتضاف في الداتابيس. فانا اروح جاي هنا والله اقول لك كده ايه بقى؟ سيف بقى في الداتابيس. ابدا ان انا استخدم دلوقتي بقى ايه؟ سيف ان داتابيس. ابدا اقول لك اوي. اويت لي ايه؟ يونت اوف ورك. يونت اوف ورك دوت ايه بقى؟ دوس كده هتلاقي عندك فانكشن اسمها كومبليت او السيف تشينجز اسync. وبعد انا ما عملتش اد اصلا لسه. ما عملناش اد عشان ما عملناش اد في الريبو عشان نبدا نكمل اصلا. خلاص اجي والله اقول لك كده يونت اوف ورك. يونت اوف ورك دوت، احنا كنا جايبين الريبو كده اصلا، كنا جايبين الريبو صح. خلاص اويت ادرس ريبو دوت اد اسync. هتبدا تاد ايه؟ هبدا اد الريكوست دي. طيب هو زعلان ليه بقى دلوقتي؟ request object to send to database not null here. خلينا نرجع كده. مفيش انت ادرس. ثانية كده عشان نفهم اللي حصل. اه ان احنا طلعنا اصلا بنعمل حاجة يعني مش طبيعية. احنا اصلا بنضيف في الادرس، بنضيف الريكوست. يعني احنا المفروض اصلا هنا نجيب الريبو، يعني فاهم، بتاعة الريكوست. جيت واحد اكس ده ريبو اوف ذا ريكوست، انما انا كنت بضيف في الريبو بتاعة الادرس اصلا. فانا والله ممكن اخدها كده مرة واحدة، اقول لك يونت فورك دوت جيت ريبو جيت ريبوزيتوري بسيشن ريكوست انتي دوت اد اسync. جبت الريبو اهوت لحد ان انا جبت الريبو. وبعد كده كنت عامل ايه؟ عملت بعديها اد اسync. تمام. خلاص انا بعد ما والله عملت اد اسync هبدا اعمل والله الريزلت. اقول لك والله انا خلصت بار ريزلت ايكوال اويت يونت اوف ورك دوت مش كومبليت بقى سيف تشينجز اسync. انا خلاص خلصت تعديلات في الداتابيز، ابدا اعمل سيف تشينجز. تمام. بعد ما اعمل سيف تشينجز هبدا اتشيك اف الريزلت بتاعتي اقل من او يساوي الزيرو. هبدا ارمي اكسبشن. تمام. ممكن ادي مثلا اد ريكويست اكسبشن. تمام. اقول لك والله فيل تو كرييت ريسبشن ريكويست. تمام. طيب انا بعد ما خلصت الريزلت ديت هبدا ان انا اعمل ايه؟ عايز احول بقى. انت خلاص انت كده سيفت في الداتابيز والدنيا معاك تمام. ايه اللي بقى هيرجع له؟ هل انت بتروح جاي هنا تروح قايل لي ريتيرن مثلا، ريتيرن كده الريزلت؟ اقول لك الكلام ده غلط. ليه؟ ان احنا بنرجع حاجه من بريسبشن ريكوست دي تي او. طب هل بريسبشن ريكوست دي تي او يعني مذكوره عندك هنا؟ خلينا بس ننظف كده الحاجات دي. احنا كده اصلا لسه هنعمل ريفاكتور للكود ده برضو. تمام. طيب انا دلوقتي بقى هبدا اعمل ايه؟ والله هبدا اعمل ماب بقى، ماب الريزلت. هو بيقول لك حتى هو فهم، قال لك ماب الريزلت تو بريسبشن ريكوست دي تي او تو سند تو ذا كلاينت. تمام. هبدا انده للمابنج. لو حد ناسي تعالى نفتكر سوا. ادي الاوتو مابر، ادي المابنج. هبدا اعمل ايه؟ احول من الانتيتي، ابدا احول البريسبشن ريكوست دي تي او. تمام. خلاص هبدا انا اجي هنا اقول لك والله حول من الانتيتي بتاعتنا للبريسبشن ريكوست دي تي او. بعد ما خلصت والله عندنا بس حاجه بقى عايزين نضيفها. انت هنا زي ما قلت لك كنا عاملين اجنور لحاجه،
لو فاكر، او الموضوع بتاع هل كنا عاملين ريجون ولا حاجه؟ تعالى كده نرجع تاني، سيشن ريكوست بروفايل. كنا مهندلين حته الدليفري اريا دي فعلا، ما كناش محتاجين اي حاجه. خلاص اروح جاي كده في السيرفيس، اروح قايل لك انت خلاص بعد ما رجعت لي والله الكلام دوت، ابدا اعمل لي بقى ايه ريتيرن للريكوست دي تي او. بس كده انت الدنيا كلها بقت عندك فاليديت. بس انا عندي برضو هنا ايه، يعني الغلطه اللي احنا غلطناها دي غلطناها ليه؟ عشان احنا برضو حاطين كل حاجه في، يعني اما تلاقي نفسك بتجيب اتنين ريبو في نفس السيرفيس او في نفس الميثود، اعرف ان انت كده لازم تفصلهم مع بعض. ليه؟ ان احنا هنا بنجيب ريبو ليه علاقه بالادرس، وبنجيب ريبو هنا دلوقتي واستخدمنا ريبو ليه علاقه بالريسبشن ريكويست. يبقى اني الاهم هنا الريسبشن ريكويست، يبقى اني اللي يخرج بره الميثود دي الادرس. تمام، يبقى انا المفروض دلوقتي اروح اعمل ايه؟ برايفت ميثود تاني او تالته بقى. فاهم؟ بص بقى هنا اروح جاي والله اقول لك كده ايه، دي برايفت. الميثود دي انا مهمتها ايه عندي؟ ان هي تجيب لي الفاليديت ادرس. لو جيت واخد بالك انت هنا، انا بجيب ادرس سبيسيفيكيشن وادرس ريبو، وبجيب ديليفري ادرس، وبعد كده بتشيك عليه هل هو موجود ولا لا. تمام، لو موجود ببدا اتعامل بيه. تمام، ده لحظه تشيك بس. فخلاص انا هعمل ايه دلوقتي؟ هبدا ان انا اعمل اسمي الفانكشن والله هترجع لي ايه. هي عباره هتبقى طبعا على الاسync، ان هي هتروح تكلم الداتابيز، انا هستخدم فيها ريبو. تمام، async تاسك هترجع لي ايه؟ هترجع لي حاجه اسمها بيشنت ادرس. تمام، الانتي بتاعت البيشنت ادرس هسميها ايه؟ هسميها جيت والله فاليد، جيت فاليد مثلا ادرس اسync. انا بعد ما جبت الجيت فاليد ادرس اسync ديت، والله هبدا اقول لك والله ان هي هتاخد مني انت اول حاجه الادرس اي دي، ادرس اي دي، وهتاخد مني سترينج. ايه تاني؟ هتحتاج مني البيشنت اي دي. خلاص، اجي انا بقى هنا كده احول بقى ايه، بعد ما انت خلصت كل ده ابدا بقى انقل كل الداتا دي كده جوه. خدها كده كوبي او كات، اعملها بيست. تمام، يبقى اول حاجه كده انا بعملها داتا تشيك على الادرس اي دي. تمام، انت مش محتاج مني اي حاجه غير الادرس اي دي اللي انا هبعته لك، اللي انا هبقى بعته لك هنا تبعته لي السبيسيفيكيشن ده هنا بقى الريفاكتور، وادي عامل بيشنت اي دي، ادي البيشنت اي دي. تمام، والله بعد ما انت خلاص جبت السبيسيفيكيشن ابدا جيت الريبو باليونت اوف ورك. ده كده بجيب ريبو لوحده في ميثود لوحدها، وبعد كده اعمل تشيك عليه. لو لقيت والله الدنيا تمام وما رميتش الاكسبشن بتاعك، ابدا رجع لي يا عم الادرس ده، اعمل لي بقى ريتيرن الادرس. ادي ريتيرن بالدليفري ادرس. بس اقفل بقى دي كده، نبدا ان احنا نستخدمها فوق بقى هنا. تمام، يبقى كده اروح جاي كده اقول لك تاني حاجه، ابدا اجيت ايه بقى. ممكن تكتب كومنت هنا، ممكن تخلي فيتشنج الادرس مثلا، validate the delivery address exist and belong to the patient، تعمل فاليديت وتعمل كل حاجه. طيب هتبدا تعمل ايه؟ والله var delivery address اللي هيرجع لي هيساوي await get valid address. بس ابعت له بقى الادرس اي دي والبيشنت اي دي اللي انا محتاجه. فاهم؟ فانت هنا اختصرت، ابدا بقى خلي دي 3، دي 4، تمام، دي 5. بس كده. فانت لو جيت بصيت على الريفاكتور اللي حصل في الاخر ده، هتلاقي الفانكشن عندك صغير جدا. هي كبيره كمان عشان احنا حاطين بس ايه، يعني السطر عندنا مسطرين عشان الكومنتس. فاهم؟ بس فانت كل اللي انت عملته، يعني خلي بالك انت دليفر ادرس اي دي انت اصلا انت بترجعه بس، انت مش محتاجه في حاجه تانية. هل احنا مستخدمينه تحت؟ لا. طب احنا ليه هنرجعه؟ فخلاص والله انا ممكن اخليها اويت على طول بقى، اقول لك اويت وخلاص، واروح جاي هنا والله اقول لك رجع ليش اي حاجه، رجع لي تاسك بس شيل بقى كلمه ريتيرن دي. انا بتشيك لو حصل اي حاجه اروح رامي هو الثرو اكسبشن. طب لو ما حصلش حاجه اعتبر نفسي عديت. ادي برضو بص، اديك عمال بتعمل ريفاكتور. حطيت ايه بقى انت؟ حطيت 3 ميثود. معلش 3 ميثود دول لو كانوا اتحطوا، بص مستهلكين سطور قد ايه؟ حوالي 40 سطر لوحدهم. خلاص لا، كل واحده تبقى واخد لها 15 سطر كده، كل واحده تبقى واخد لها 15 سطر كده، تتكتب لوحدها، وابدا ان انا استخدمهم في السيرفيس بتاعتي الاساسيه. كده انت لو جيت هنا هتلاقي نفسك بقى مريت بالمراحل بتاعتنا. خليت الكرييت ريكوست والله اسync، الفانكشن كلها فيها ريبو واحده بس بتاعت البرسبشن ريكوست انتيتي اللي احنا بنجيبه وبنعمل اد بيه. تمام، بس فان شاء الله الموضوع سهل يعني، هو مش سهل قوي برضه، يعني الموضوع محتاج وقت، محتاج وقت كتير. احنا كده كده بنغلط اهو، بقالنا كتير بنكتب في الكود وهكذا ومراجعينه، وبعد كده برضه بنغلط برضه، بس دي حاجه مش عيب. العيب بس ان انت توقف وتيأس، فما تيأس وكمل زي ما انت، وان شاء الله ربنا يكرم. ولو جينا بصينا هنا هتلاقي نفسك خلصت اللوجيك. اللوجيك عندنا بقاش مرجع، مبقاش اكتر من 15 سطر. فعلا خلصنا 15 سطر. عملنا برايفت ميثود، انا استخدمت برايفت مش ستاتيك. عملنا فاليديشن للفاليديشن، عملنا السبيسيفيكيشن بوير كونديشن بس في السيرفيس دي، ده اللي احتاجناه. بس وادي دي صفصفت معانا السيرفيس على شويه دول. تعال نعمل بيلد كده عشان لو حصل اي ايرور او حاجه نبدا نحله. ماشي، هو كده بيلد كومبليت، ما حصلش اي ايرور ولا حاجه، كده الفانكشن بتاعتنا سليمه. ف
ده كده كان يعني تفكير يعني بسيط جدا، الفانكشن برضو بسيطة بس اللوجيك بتاعها كان كويس برضو. بدأنا نعمل فانكشن، بدأنا نتعلم واحدة واحدة. فإن شاء الله تكون بإفادة ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.